رحت النهاردة اشتريت البطيخة الجميلة دي وحميتها كده ونشفتها، ويا ترى بقى البطيخة هتطلع ايه؟ يا ترى هتطلع حمرا ولا هتطلع قرعة؟ يلا بينا نشوف. اللحظة الحاسمة يا جماعة، احنا مراهنين لو طلعت حمرا يبقى انا نجحت. لو طلعت مش حمرا هطلع اجري واسيب الفيديو. يعني جولي دلوقتي عاملة بتقولي ايه، خلصت امتحان النهاردة فبتقولي ايه، لو طلعت قرعة يبقى انا محلتش كويس، لو طلعت حمرا يبقى انا ان شاء الله هجيب درجات حلوة. فايه تتوقعوا ايه؟ تتوقعوا ايه؟ الغسالة صوتها لو طلعت مش حمرا اطلع واجري واسيب الفيديو. يلا تتوقعوا ايه يا جماعة، حمرا ولا قرعة؟ قرعة. قرعة؟ لا ان شاء الله حمرا. يلا نسمو الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طب يلا. تان 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 تان. بصي، وكمان برسمة قلب. يلا بصي شفتي عشان طلع البطيخة برسمة قلب، شوفي. يبقى ان شاء الله هتجيبي النتيجة حلوة. شوفوا البطيخة الحلوة دي. تعالوا الحتة دي هاتيها بقى. يلا جولي، لازم تاخد الحتة الزايدة دي. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل النهاردة طريقة حلوة طريقة كده مختلفة كده شوية. تعملي ايه؟ عملنا حلويات وطبخ وحاجات كتير قوي النهارده. فقلت النهارده يعني ايه، مش طبيعتي. لا. الفيديوهات تشهد. او لا بتعملي ان شاء الله النهارده نعمل معاكم حاجه مختلفه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بسم الله. ادي ايه، نشيل النص ده على جنب كده. ده النص. ادي النص الحلو، انت النص التاني. تجيبيش يلا بسم الله. ادي النص ده اهو، نصه كده. هنيجي ايه، ناخد كمان شريحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ايوه، ناخد شريحه كده للاخر. خلي بالكم تبوظوها. بسم الله. ادي الشريحه الثانيه. خد يا جولي، انا هاخدها بقى المره دي. بصوا الشريحه الحلوه دي جميله، تستاهل بقكم. حبيبتي تسلمي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه برضو بالشريحه البطيخه دي. تعملي ايه بقى عشان اضيف دول؟ مش هقول لك. هتقولي لمين؟ هقول لحبايبي اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. يعني هم حبايبك اكتر؟ لا انتي حبيبه قلبي برضو. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالشريحه دي. يلا بينا. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم وصفه كده مختلفه، ويعني حاجه كده ترطب على قلبنا في الصيف اللي هيبدا ده. يعني بدايته حر حر حر، ربنا يلطف بينا. فان شاء الله هنعمل النهارده معاكم حلوه بالبطيخه الحلوه القمر دي. طبعا هنقطع البطيخة كده زي ما انتوا شايفين، تقطيعة يعني عشوائية او اي تقطيعة تحبيها، مش مشكلة، مش فارقة معانا. لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، انا اسمي اميرة المسلماني. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان كل جديد يوصلك. قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفيديو بيتكلم عن طريقة تقطيع قطعة جديدة من التقطيع. لا طبعا لسه هنعمل حاجة تانية، خليكم معانا. هنجيب الخلاط كده ونحضره. نجيب ايه، طبعا ايه، نعصر البطيخ فيه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعصر كده ايه لغاية ما البطيخ يتعصر كويس. عصرته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونجيب مصفى كده ونصفيه من البذور اللي جوه اهو. صفيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي رواسب بسيطة اللي هي الايه، القشور اللي بتبقى جوه البطيخة. طبعا انا هحط العصير ده، هحطه في الفريزر لغاية ما يتجمد شوية اهو. سبته حوالي 2 أو 3 في الفريزر وتجمد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب طبعا كوباية من الكريم شانتيه
هما 300 جرام من الكريم شانتيه او 2 باكت من الظرف. هنضربهم كويس. طبعا دول حوالي تقريبا كوبايتين من عصير البطيخ. هنفضل كده ايه نضرب كويس جدا. في طبعا بيحطوا حليب، بس انا الصراحة ما حطيتلوش حليب لغاية ما تماسك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب طبعا عشان نعزز اللون شوية بنضيف لون طعام اللي هو بتاع الطعام بتاع الحلويات. ضفته بقى اللون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو هنضربه كده تضربيه بالهاند بلندر، بالمضرب، بالويسك، اي حاجة عندك تضربيه بيها. هنجيبه طبعا دي خلة الشيش طاووق، لو عندك اي حاجة او كده او ستيكس بتحطيها ايه في الشريحة بتاعة البطيخ دي بالشكل اللي انتي شايفاه ده، وتجيبي طبق ايه كده تحت شريحة البطيخة الفاضية اهو. عملت الستيكس اللي انتوا شايفينه ده، عملته بالطريقة دي. كمان لو انتي عندك الصينية اللي هي بتشيليها اوكي حطيه تحتها. لو مش عندك ممكن تحطي ورقة من القصدير او الفويل تحت شريحة البطيخ، علشان طبعا ايه هو انا عندي متماسك ومش هيسيح في الطبق. بس انا برضو بديكوا افكار، ربما يكون عندكم سايل مش سميك بالشكل اللي انا عاملاه ده. يعني انا اهو لو هو بالشكل ده مش هيسيح ولا يطلع من البطيخ، هيبقى متماسك عادي. حطيت شوية ورجعت ضفت شوية التانيين. نفرد بقى في شريحة البطيخ كده الايس كريم بتاعنا. هنعمل النهاردة ايس كريم كده بطريقة مختلفة، وطريقة يعني طريقة لذيذة وحلوة. انا شفتها الصراحة الطريقة عجبتني، شفتها على التيك توك. صراحة الطريقة يعني ظريفة وحلوة. طريقة ايس كريم عملتها كده. وطبعا بجيب الشوكليت شيبس. الشوكليت شيبس ده صغير كده كأنه البذر بتاع البطيخ. حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، رشيته كده عشوائي. وادي كده ايه البطيخ ايس كريم البطيخ كده جاهز عندنا. وهندخله في التلاجة حوالي من 2 ل4 ساعات. تحطيه في الفريزر. وتجيبي برضو ايه شوية انا دول باقيين عندي حطيت عليهم كده NMs. حطيتهم كده ايه بالشكل ده برضو تفرحي الولاد عندك. وتعالي ايه نقطع بقى ايه نجيب الايس كريم ونقطعه معاكم اهي. جبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نطلعها كده بالطبق، نشيل الورقة، قطعيها كده بالشكل ده، بشكل ايه قطع ايه زي قطع البطيخ، زي ما بتقطعي كده البطيخ اهي شرايح. طبعا القشرة متجمدة. بصي بقت بالشكل ده. نقطع بقيتها كده يعني شكل حلو وشكل حاجة ظريفة كده اهو. قطعتها برضو كده. بصي انا شوفي مشققة كده زي البطيخة اما تبقى مسكرة ومعسلة كده بتبقى البطيخة تحسي ان هي مشققة كده. بصي حاجة بسيطة وتفرحي بيها الولاد. حاجة ما خدتش مننا وقت وحاجة نظيفة في البيت. ان شاء الله يا رب الطريقة تكون عجبتكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني. مع السلامة.